فتحت اللابتوب، قررت تبدأ مشروع جديد، بس بدل ما تقعد تكتب كود لساعات فتحت موقع بسيط، سحبت شوية عناصر، عدلت شوية حاجات، وبعد أقل من ساعة هوب المشروع بقى شغال. تطبيق كامل بدون ما تكتب ولا سطر كود. ازاي الكلام ده؟ هل البرمجة بدون كود بقت حقيقة؟ وهل فعلا ممكن أي حد يبني تطبيقات ومواقع بدون ما يكون مبرمج؟ والأهم، هل الطريقة دي هتخلي البرمجة التقليدية تنتهي؟ كوباية الشاي ويلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق العبد، ودي قناه اللي بقدم فيها محتوى عن البرمجه والتكنولوجيا. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان نخليك مبرمج جامد جدا. خلينا نبدا بحاجه صادمه. في ناس بتعمل دلوقتي تطبيقات ومواقع كامله وتبيعها بالدولار، وكل ده بدون ما يكتبوا سطر كود واحد. لو انت مبرمج اكيد المعلومه دي هتخليك تقول ايه ده؟ يعني البرمجه بقت سهله كده؟ طيب ليه احنا بقى بنتعلم لغات برمجه بقى والكلام الجميل ده كله؟ وطبعا لو انت مش مبرمج فغالبا دلوقتي انت قاعد تقول طب انا كده ممكن اشتغل واكسب فلوس من غير ما اقعد اتعلم برمجه بالشهور والسنين. بس استنى شويه، الموضوع مش بالبساطه اللي انت متخيلها. البرمجه بدون كود او النو كود ديفلوبمنت هي منصات وادوات بتسمح لك تصمم وتبني تطبيقات من غير ما تكتب كود بنفسك. كل حاجه بتتم عن طريق واجهه رسوميه تفاعليه، انترفيس كده جميله، زي انك تسحب عناصر تربط ما بينها وبين بعض، تحدد سلوكها، الفانكشن اللي هتعملها، اي تظبيطات في الشكل في اللون في اي حاجه. بص انت بتظبط كل حاجه بيو اي باين قدامك، اي حد يقدر يتعامل معاه. لكن السؤال المهم هنا، هل فعلا اي حد ممكن يستخدم الادوات دي زي ما بنقول ويبقى مبرمج بدون ما يتعلم البرمجه؟ الحقيقه الاجابه ايوه ولا. خلينا اوضح لك ليه. خلينا اقول لك ان النو كود مش حاجه جديده، لكن الفكره انها وصلت لمستوى متقدم جدا دلوقتي. في منصات مشهوره بتخليك تبني تطبيقات ومواقع وتربط خدمات ببعضها بدون ما تكتب ولا سطر كود، واشهرها طبعا حاجه زي بابل. ده واحد من اقوى الادوات اللي بتسمح لك تبني تطبيقات ويب كامله فيها قواعد بيانات، تربيطات وريليشنز معقده، كل ده من غير ما تكتب ولا سطر كود واحد. عايز اقول لك في شركات ناشئه او ستارت ابس بنت منتجاتها بالكامل باستخدام حاجه زي بابل. ومش بس كده، في تطبيقات بدات كنو كود، وبعدين لما كبرت بداوا يضيفوا كود برمجي علشان يطوروها اكتر. ودي طبعا حاجه من مميزات النو كود الجميله بشكل عام، انه يساعدك تطلع بسرعه، وبعد كده انت ممكن تحسن وتطور، او ممكن حتى تبنيه من الصفر بطريقه البرمجه العاديه. واللي فاهم بيزنس عارف ان ده من اهم الخطوات في البيزنس، انك تنجز وتنزل بسرعه وبعدين تحسن في منتجك وتبدا تطور واحده واحده. كمان يا صديقي في طبعا فلاتر فلو وادالو وثانكابل، دول لو عاوز تبني تطبيق موبايل الادوات دي هتسمح لك تصمم واجهات وتربطها ببعض بسهوله. حرفيا انت تقدر تعمل تطبيق بنفسك وترفعه على الستورز سواء جوجل بلاي او حتى اب ستور بدون ما تكتب سطر كود، وتقدر تربطه بحاجات زي فاير بيز او غيرهم. وعلى فكره بيعملوها بشكل جامد جدا. اي نعم، اللي بيدور على كلين كود وسيستم كامل متكامل اللي هو متحكم في الاركتكشر بتاعه من الصفر، كل الادوات دي مش هتبقى احسن حاجه صدقني يعني. ولكن انا بقول لك على نتيجه اللي بيشوفها المستخدم، نتيجه حلوه ومرضيه وكل حاجه، كل الكلام ده جامد جدا. المهم عندنا كمان ويب فلو، ودي طبعا منصه رهيبه بتعمل مواقع ويب احترافيه، مش بس مواقع ستاتيك، لا ده مواقع دايناميك كمان، وفيها قواعد بيانات وحاجات تقيله وجامده جدا. اما بقى الوحشين بتوعنا زابير وميك، الحاجات دي بتسمح لك تربط بين خدمات مختلفه. يعني مثلا لو جالك ايميل معين ممكن اوتوماتيك كده تخلي حاجه من ادوات الذكاء الاصطناعي كده تترجم المحتوى تبعته على سلاك لفريقك. حاجات زي كده كان بتحتاج مبرمجين زمان علشان يعملوا الورك فلو ده لو عملوه اساسا. دلوقتي انت تقدر تعملها بانك تسحب شويه عناصر، تحدد الرولز بتاعتك، حرفيا انت ممكن تعمل سيستم كامل شغال اوتوماتيك من غير ولا حرف كود ومن غير اي تدخل بشري في الموضوع. المهم يا سيدي، خلينا نسال سؤال مهم، هل البرمجه بدون كود هتقضي على البرمجه العاديه اللي هي بكود؟ بصراحه لا طبعا لان بالرغم ان الادوات دي جامده جدا وكل الحاجات الجميله، الا ان عندها حدود. ولو مشروعك معقد لازم ترجع للبرمجه العاديه وتكتب كود. وزي ما قلنا لو عايز تكبر بقى وتتوسع في الادوات دي، مش هي اللي هتسند مشروعك بشكل اساسي. احنا عاوزين كلين كود وكلين اركتكشر وكود احنا عارفين اوله من اخره على الشعره وبنيينه من الصفر. لكن خلينا اوضح لك ده بمثال عملي. مثلا انت جربت تبني تطبيق موبايل بسيط باستخدام فلاتر فلو، كنت متخيل الموضوع هيكون سريع وسهل، وبالفعل في اول ساعه بنيت التصميم وربطت الصفحات ببعضها. بس لما جيت تضيف ميزه مش موجوده على المنصه اضطريت انك تلجأ تاني وتكتب كود عادي. وهنا بقى ظهرت المشكله. المنصات دي بتديك ادوات جاهزه، بس لو عاوز تضيف ميزه معقده مش موجوده مش هتقدر تعملها الا بالكود، يعني هتلجأ تاني للكود. يعني مثلا لو عاوز تبني تطبيق زي اوبر او انستجرام او حتى تطبيق بيستخدم الذكاء الاصطناعي
الصناعي الادوات دي للاسف مش هتساعدك كتير. وهنا طبعا بيظهر الفرق ما بين المبرمج العادي والمبرمج اللي بيعرف يستخدم النو كود بذكاء. هو عارف برمجه وبيعرف يستخدم النو كود علشان يوظفها للجمدان اللي هو يقدر يعمله. طيب هل لازم تتعلم النو كود؟ بص، انا شايف ان الاجابه هي طبعا لازم تتعلمه. ليه بقى؟ لانك يا صديقي كمبرمج لو استخدمت الادوات دي صح هتنجز حاجات كتير في شغلك اسرع بكتير جدا من اي حد تاني، وهتقدر تبني نماذج اوليه للمشاريع اللي هي بنسميها البروتوتايبس من غير ما تضيع وقتك في انك تكتب كل تفصيله برمجيه من الصفر. يعني اوقات كتير احنا بنبقى عاوزين نجرب فيتشر معينه، عاوزين نعمل مثلا حاجه زي POC اللي هو بروف اوف كونسبت، فاكيد احنا مش هنجيب بولدوزر يشيل لك شويه تراب عاديين كده ممكن تشيلهم بمجرفه عاديه. خليك ذكي كده وشواف، عندك POC، عندك اي بروتوتايب اعمله بالادوات البيلدرز دي او اللي بنسميها النو كود دي. خلينا اديك مثال، لو انت عندك فكره تطبيق وعاوز تبدا بيه، بدل ما تروح تكتب كود لمده شهرين 3 6 شهور ولا اكتر، ممكن تستخدم نو كود وتبني نسخه مبدئيه منه في اسبوع ولا كام يوم بس. وبعد طبعا ما تروح تعرضه على العملاء الناس اقتنعت وتتاكد ان الفكره ماشيه تمام وبتجيب قماش يعني، فتبدا تستثمر فيه وتضيف له بقى البرمجه الحقيقيه بكود طبيعي وتعمل له اركيتكشر جامد جدا وتعمل كل حاجه انت عايزها علشان تطورها. الناس اللي فاهمه بيزنس عارفين قد ايه الكلام ده مهم جدا. طيب حتى الان حلو جدا، هل ممكن تكسب فلوس من النو كود؟ الاجابه ببساطه ايوه، وبسهوله كمان. حاليا في ناس بتبني مواقع وتطبيقات باستخدام النو كود وبتبيعها بالدولار حرفيا. ممكن دلوقتي تلاقي حد عنده فكره تطبيق بس مش عاوز يدفع الاف الدولارات لمبرمج بيبني كل حاجه من الاول وكل حاجه من الصفر. انا عاوز حاجه تمشي الدنيا، بس مثلا عامل حاجه الايفنت ولا حاجه، فانا عاوز ابلكيشن يمشيني اليوم بتاع الايفنت ده، فبيروح لشخص فاهم في النو كود ويدفع له مبلغ كويس علشان يبني التطبيق باستخدام الادوات الجاهزه الجميله دي. طبعا هو المبلغ بيكون اقل بكتير جدا من التاني، بس برضه انت ما تعبتش، معلش يعني ما تعبتش زي التاني. في ناس دلوقتي شغلتهم الاساسيه انهم بيبنوا مواقع على ويب فلو وبابل وبيبيعوها كعمل حر او فريلانسنج، او بيستخدموها يعملوا بيها بروتوتايب لستارت ابس من غير ما يكون عندهم خبره كبيره في البرمجه التقليديه ولا محتاجين يكتبوا كود اساسا. الخلاصه يا صديقي، البرمجه بدون كود مش بديل، لكنها اداه قويه جدا في ايد المبرمج الذكي. لو انت مبرمج اتعلم نو كود علشان تشتغل اسرع وتستخدم الادوات دي في تطوير مشاريعك. ولو انت بقى مش مبرمج ممكن تستغلها كبداية، لكن لو عاوز طبعا تطور مشاريع معقدة لازم في النهاية تتعلم البرمجة. صدقني مفيش مفر يا صاحبي، ما تضحكش على نفسك. انا شخصيا بعد ما جربت النو كود اكتشفت انها مش بديل للبرمجة زي الذكاء الاصطناعي بالظبط. مش هيستبدل المبرمجين بس بيساعدك، وبالتالي هو أداة قوية تساعد اي مبرمج لانها بتوفر عليه وقت وجهد كبير وبتخليك تركز على حل المشكلة نفسها بدل ما تقعد تكتب كل تفصيلة في الكود من الصفر. فبيخليك تفضى اكتر للابتكار وسيب لنا بقى الحاجات البسيطه دي. وطبعا يا صديقي لو حابب تتعلم برمجه تطبيقات الموبايل وتكسب بالدولار وتبدا تتعلم ازاي تبني تطبيقات موبايل من الصفر باستخدام فلاتر ودارت، انا عندي دبلومه كامله هتاهلك انك تشتغل كجونيور ديفلوبر. ولو مهتم اسالني عنها في الكومنتات، لان في خصم جامد جدا لفتره محدوده. احنا بنبني 6 مشاريع جامدين جدا تضيفهم للبورتفوليو وتقدم بيهم للشركات. الشركات فعلا هتحبك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار اكتبه في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.